أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بما حققه قطاع السكن بعدما صار مفخرة الجزائر، مثمنا مستوى ثقة المواطن في المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع في هذا المجال. وفي كلمة لدى إشرافه على تدشين القطب الحضري في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالرحمانية غربي العاصمة الجزائرية، أشار الرئيس تبون إلى أن معدل السن الذي أصبح يتحصل فيه المواطن الجزائري على مسكن يتراوح بين 30 و 31 سنة، وهو مؤشر أدرجه الرئيس تبون ضمن ما سماها الانتصارات الكبرى التي تحققها الجزائر في صمت. الحمد لله. يعني انت تتخيل بانه ده بيدعم ولا موجود المواطنين. وانت عندك في باقي الدول الأمريكية ده ناس لسه قاعدين بيقولوا كلام كهرباء وموية انترنت زي الناس ما الناس عبرت يا أفريقيا يعني الناس عبرت، لكن انت لو جيت تعرف الناس عبرت كيف إلا بعد ما تمرق من بلدك تلف باقي الدول الأفريقية تعرف الناس عبرت، وإن انت قاعد تسافر في ناس يعني في باقي الدول الأفريقية الأراضي فاضية، يعني الحكومة بوزع أراضي فاضية بس الناس بتسافر في ناس بيموتوا. عشان كده لما نقول أحمد بيقول لك لما تقول له هو أفريقيا وكذا لا ما من فراغ، ما من فراغ ما تستاهل.